وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، كما قال الشاعر أيمن الكاشف. أهلا يا عم. تشرب حاجة ساعة لو سمحت، وعندك واحد شاي بحريق. إخواتي وأصحابي وزمايلي جمهور القهوة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب أكون وحشتكم زي ما أنتوا وحشتوني. زي ما سمعت بيت الشعر بتاع النهارده الكلام فيه على اسود، ومش اي اسود، دي الاسود الغير مروضه. مش فاهم غير مروضه باماره ايه؟ ده منتخب مصر كل ما يشوفها يسكعها على عينها. الكلام في فيديو النهارده عن المنتخب الكاميروني، تاريخه ومدربه واهم لاعبيه. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعم اخوك باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نتابع مع بعض بطوله افريقيا السنه دي في كوت ديفوار. ويلا بينا نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. المنتخب الكاميروني صاحب المركز السابع في تصنيف الفيفا المنتخبات الافريقيه، وقع في المجموعه الثالثه من بطوله افريقيا السنه دي. المجموعه دي صعبه وبتضم غينيا وجامبيا والسنغال حامله اللقب، لكن ومع ذلك المنتخب الكاميروني منتخب قوي جدا في النسخة الحالية، وقوي جدا على مدار تاريخه في بطولة افريقيا وفي البطولات الافريقية عموما. الاسود الغير مروضة فازوا باللقب 5 مرات سنة 84 88 2000 2002 و2017، وهم في المركز الثاني كأكتر منتخب فاز بالبطولة بعد طبعا الفراعنة منتخب مصر. ده غير ان الكاميرون خسرت النهائي في تاريخها مرتين سنة 86 و2008، والمرتين برضه كانوا من منتخب مصر. والحقيقة يعني ومن غير مجاملة ومش عشان انا مصري ولا حاجة، بس منتخب مصر عامل عقدة تاريخية لمنتخب الكاميرون. فمع البطولتين اللي هم خسروهم بسببنا دول، هم كمان ما صعدوش لكأس العالم 2006 بسبب ان منتخب مصر تعادل معاهم في اخر مباراة في التصفيات على ارضهم وفي ملعبهم وقدام جماهيرهم، مع واحد من اقوى منتخبات في تاريخ الكاميرون. الكاميرون واحدة من المنتخبات اللي ياما طلعت لعيبة كبيرة جدا ولاعيبة عظيمة جدا، سواء على مستوى افريقيا او على مستوى العالم. مين ينسى في الثمانينات روجيه ميلا والحارس انطوان بيل، ومين ينسى الجيل التاريخي في بداية الالفية بقيادة باتريك كومبوما وسالمون اوليمبي وسونج المدافع التاريخي بتاعهم والمدير الفني الحالي، وطبعا اكبر وابرز لعيب في تاريخ الكاميرون ورئيس الاتحاد الحالي صامويل ايتو. زي ما قلت لك دلوقتي المدير الفني لمنتخب الكاميرون هو الكابتن التاريخي بتاعهم روبرت سونج. وان كان واحد من ابرز المدافعين في افريقيا، لكن ملوش تاريخ تدريبي كبير. يعني كل الحكايه في 2015 درب منتخب تشاد، بعد كده مسك الكاميرون لفتره مؤقته شهر او حاجه، بعدين مسك منتخب تحت 23، بعدين رجع مسك المنتخب الاساسي. خسر معاهم بطوله افريقيا اللي فاتت 2021 وطلع مركز ثالث بعد ما اتغلب قدام مصر برضو. حاليا سونج تركيزه كبير مع المنتخب علشان عايز يعمل لهم حاجه، والا ممكن دي تكون فرصه اخيره ليه في تدريب المنتخب. اما عن الجيل الحالي من اللاعبين لمنتخب الكاميرون فهو جيل ليس بالقليل. يمكن زي ما انا بتكلم طول الفيديو ان منتخب مصر هو العقده التاريخيه لمنتخب الكاميرون، لكن الجيل الوحيد اللي قدر يفك العقده دي هو الجيل الحالي، لانه قدر يكسب منتخب مصر في نهائي افريقيا 2017 وقدر يحصل على البطوله قدام منتخب مصر. وزي ما قلت لك دي حاجه ما بتحصلش كتير مع الكاميرون، لان الكاميرون خسرت نهائيين في بطوله افريقيا والاثنين كانوا قدام مصر. نجوم واسماء كبيره جدا، قول زي ما انت عايز، من اول حراسه المرمى لحد المهاجم الاساسي. فلو بدانا بحارس المرمى بتاعهم هو اندريا اونانا حارس نادي مانشستر يونايتد، وده حارس وان كان بيمر بفتره سيئه وموسم سيء مع مانشستر يونايتد السنه دي، الا انه في العادي هو حارس كويس جدا وامكانياته عاليه جدا ومن الحراس المميزه جدا في اللعب برجليها. اما عن خط الظهر فعندهم مدافع تولو لاعب نادي سياتل ساوندرز، وكريستوفر وول لاعب نادي ستاد رين الفرنسي، وجيان كاستيلو زميل ابننا مصطفى محمد في نادي نانت الفرنسي. وان بصيت على نص الملعب هتلاقي عندهم اللاعب الشاب بن اليوت لاعب نادي ريدنج الانجليزي 21 سنه، ده غير الجبار فرانك انجويزا. يا سلام فرانك انجويزا لاعب نادي نابولي. موضوع يا سلام ده شكله هيطول معانا قوي. نخش دلوقتي على نجوم الهجوم. هتلاقي عندهم كارل توكو ايكامبي وجنبه فينسنت ابو بكر، 2 من اقوى مهاجمين بتوع افريقيا ومن اكتر مهاجمين المخضرمين في افريقيا. دي كانت كل حاجه عن منتخب الاسود الغير مروضه. قال عاوز رايك في الكومنتات، شايف منتخب الكاميرون ممكن يوصل لحد فين في البطوله؟ وعاوزك كمان لو عجبتك الحلقه تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا باقي المعلومات عن باقي منتخبات افريقيا. واهم من ده كله بقى كمان يا حبيب اخوك ما تنساش اللايك والشير، واشوفك بخير.